من الناس النادرين هذا الأسبوع الماضي بعدما مات أعطته إسبانيا وسام البحث في الموضوع. إذا طالبة أخذت من مصادر عديدة ومتنوعة واشتغلت على الكثير من الوثائق. إذا بالنسبة في نفس الوقت لابد من الإشارة أن هذا الموضوع موضوع له أهمية خاصة، بالأخص نحن سكتنا. إن شي واحد عنده واحد الحق ولكن سكت عليه لمدة طويلة. يمكن للسياسي أن يسكت السياسي له ظروف إكراهات في السياسة الخارجية، في السياسة الوطنية له إكراهات، ولكن بالنسبة لنا كباحثين كجامعيين للأسف أننا لم نعطي أهمية لهذا الموضوع، رغم أنه يبدو للناظرين البسيط يبدو له بسيطا جدا، ولكن السبتة والليلية والجزر يؤدي المغرب ثمنا غاليا من الناحية الاقتصادية للتواجد الاجتماعي. إنها منطقة غالية وكانت بإمكانها أن توظف أو تستثمر الطاقة الموجودة في الشمال. ربما الشمال كان يمكن أن يكون مصدرا لكثير من الموارد للوسط والجنوب، لأنه يقع على البحر المتوسط وثروات كثيرة في ناحية إلى غير ذلك. علما وهذا هو الغريب أن الجانب الآخر يعطي المغرب أهمية خاصة في البحث العلمي. جميع الكليات الإسبانية كلها في العلوم السياسية والعلاقات الدولية إلا وأشبعت البحث والموضوع بحثا ولا زالت تبحث، إلى درجة أن روما الجريدة الرسمية للدولة العام الماضي أصدرت كتابا حول إدارة الحماية في المغرب. هذه جريدة رسمية تتحدث فيها عن الحقوق التاريخية لإسبانيا في 86 جزر. يكفيكم أنني حاليا أبحث عن أتابع البحث في الشمال، أقرأ الشمال، لا أقرأه لباحثين مغربيين، نقرأه لباحثين إسبان. في الأسبوع الماضي كنت جلست مع الأستاذ حسن فيليجي، تحدثنا عن عدد صدها عن العادات والتقاليد في الريف. العادات والتقاليد في الريف بما فيها اللباس، بما فيها الطعام، نوع الحديث، نوع الكلام، نوع الاستهلاك، إلى درجة في المجلة في العدد خصصوا عدد خاص للزميطة، اللي نسميوها احنا الزميطة. حتى الأذكار التي يذكرها النساء ساعة كيوجدوا هذه الزميطة كيذكروا واحد الأذكار في الريف، وفيها أذكار اللي ما كنعرفوش حنا من المنطقة ما عرفوش هاد الأذكار. إذا إسبانيا تعطي أهمية خاصة للمغرب، دراسات خاصة للمغرب. في ماليزيا يصدر كل سنتين 126 كتاب في ماليزيا، كتب خلينا من دراسات ومن أبحاث. البحث العلمي كان منذ القدم إلى وجدنا مثلا اللغة الريفية كيسميوها اللغة تم التقعيد لها نحوها وقواعدها، قعد لها الإسبان. يعني هناك كتاب صدر سنة 2013 كان ألفه كيسيسو، قعد اللغة الريفية نحوها. إنه هذا البحث ليس بحثا بريئا، بحث ليس بريئا، لذلك لا يقابله البحث في الجامعة المغربية، لا يقابله البحث. فلذلك أنا كنتمنى من الإخوة الباحثين أننا نهتم بهذا الجانب ونعطيه أهميته، خاصة في الجامعة المغربية أنها تخصص ميزانيات للبحث العلمي في هذا الموضوع، وتخلينا من ذاك البحث اللي هو البحث الفارغ نتكرر أو نشتغل ما هو عادي وبسيط. أما الحديث عن البحث أتمنى أنني قد أعطينا واحد الوقت، رغم أنه في
يحتاج إلى تمحيص دقيق. لماذا؟ لأن الطالبة دارت لنا واحد المشكل وهنيئا لها سعد رمضان دارت لي ولدت 2 مرات في البحث ديال 2 ولادات، إذا حتى هما داو لينا شوية الوقت. كذلك في السنة الأخيرة أنا مرضت واحد شوية، مرضت رغم أنني كنت مريض ومع ذلك كنت أقرأ لها. لذلك أنا كنتمنى أن الباحثين يأخذوا لفقرات متوسطة. بحثنا هذه غير فتح باب للبحث في هذا الموضوع، أن يأخذوا الباحثين جزئيات من البحث ونطوروا ونردوا دكتوراه في المستقبل ويبقى هذا البحث مستمر. أما إذا كان هذه الدكتوراه هو القسم منها نعطيو اليوم دكتوراه لطالبة وذهب معها ما قبل به، إذن ليس للتأسيس، ليس للبحث، لأن البحث هو الاستمرار، هو البحث عن الحقائق، هو بناء حقائق جديدة حول البلد، حول المجتمع، حول السلطة، حول السياسة. قبل أمس كنت أقرأ كتابا لإسبانيا، وهذا هو الخطير. هذه العقدة الموجودة في الإسبان لهم عقيدة وعقدة، عقيدة على أننا خصوم سواء سياسيين أو اقتصاديين، وهذه عقيدة والعقدة أن الباحث يقول، هذا مؤرخ يقول بأن لا يهمني الحدود الجغرافية بيننا وبين المغرب، يعني الحدود الجغرافية لا تهمني، ما يهمني هو الحدود الثقافية. ويقول بأن لدي اليقين بأن إسبانيا متفوقة ثقافيا على المغرب، متفوقة، وهذا هو الخطر اللي خصنا نعرفه ونبحث فيه. فلذلك سأكتفي بهذا القدر وشكرا سيد الرئيس. شكرا للأستاذ العزيز السيد حميد السوداني على ما قاله في شخصي، ونؤكد أنني لا أتفوق عليه إلا في السن، في المسائل العلمية فهو يتجاوزني، وبالتالي أنا أدخل من طرفه تجاهي. التوضيحات التي قدمها مهمة جدا لسيرورة العمل الذي قامت به الطالبة الباحثة، لفت نظري نقطة الكتابات والبحث الذي تقوم به إسبانيا بخصوص التوليدية، علما بأن الدول المتقدمة بشكل خاص تطور البحث العلمي في المجالات التي تهمها بطريقة لا تتصور، وتؤثر للأهداف التي تريد الوصول إليها من خلال البحث العلمي. أنا أتذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لما أرادت القيام بغزو العراق سنة 1991 كلفت أكثر من مركز بحث في الولايات المتحدة بكتابة مقالات متخصصة في الموضوع، فتم إجراء أكثر من 1000 بحث علمي بين مزدوجتين من طرف هذه المراكز بخصوص تأييد رؤية المجموعة المغتصبة التي كانت تحكم البيت وقتها للقيام بالغزو الأمريكي للعراق. نحن مع الأسف الشديد البحث العلمي يظل عندنا في البلد الكريم حبرا على ورق، وهذا العمل هذا لا شك أنه يدخل في إطار هذا البحث الذي هو مطلوب والذي يبقى ضئيلا بخصوص هذه القضية التي طالت مدة قرون ولسنا نرى لحد الساعة ما هو المصير وما هو يعني النتائج التي سوف نصل إليها من خلال ما قام به المغرب وما يقوم به. أنا بصراحة لا يروقني أن أكون رئيس لهذه اللجنة، لأن هذا يمنعني نسبيا من مناقشة العمل. اللجنة عموما يوزع الأدوار ولا يناقش، لأن كثير من الأمور قرأتها في هذا البحث خاصة في تخصصي في القانون الدولي العام التي كان بودي أن نناقش فيها الطالبة من حسن حظها ولكن لابد أن أبدي بدلوي في خاتمة المطاف بكلمتين في هذا الخصوص. أعطي الكلمة للدكتور عبد السلام بوطيب لكي
استعمال الصحراء والتي لإسبانيا المفاتيح الكبرى لحل هذه الإشكالية. رد الفعل إسبانيا مباشرة للأسف من المؤرخين كان مقال شديد اللهجة في الصفحة الأولى لجريدة المانيس، وما أدراك ما جريدة المانيس، يقول أن مركز الذاكرة يحاول تسييس التاريخ، والحال أننا أبدا لم نعلم أننا مركزا متخصص في التاريخ بل مركز متخصص في الذاكرة، والفرق بينهما تعرفونه جيدا. سأركز أساسا على الذاكرة التي هي ماضي لا يريد أن يمضي. إذا هذا البحث يوجد في هذا السياق الجديد للذاكرة، وهذا يجب أن نشتغل عليه كذلك، ويجب أن ننتبه للطالبة كذلك، بل من خلال أن هذا المبحث لا يوجد في البحث التاريخي إشكال الذاكرة الذي يجب أن نشتغل عليه الحقوقي والباحث القانوني، يعني في إطار مثل هذه الكلية المحترمة. إذا ولكن هنا نقول عندما نهيت البحث الذي هو كما قال الطالب حقيقة هو بحث شمولي عميق، قل نظيره، يجب أن نقول بتواضع شديد يمكن أن نقول أنه قرأت كل ما يتعلق، ليس كل، جزء كبير مما يتعلق بقضية السعودية وكل الإشكالات التي تقع في المركز تعقدنا عليها كذلك ندوات. حضرت مع الطالبة في 2010 في ندوة بهنا بالرباط حول نفس السؤال تقريبا بنفس العنوان، نفس عنوان البحث. وكان هناك نبيه من النبهاء في هذا الوطن الأستاذ محمد عيسى وزير الخارجية المغربي سابقا، والذي اقترح ضرورة صياغة كتاب أبيض لستة أمية. أعتقد هو ولو أنه كان كبير أن هذه البحث ومقدمة لهذه الأبيض أن أشكر كثيرا، ولكن كيف يمكن أن نحول كل هذا العمل لمقدمة لكتاب أبيض من أجل المرافعة؟ المشكل اللي الآن ليس فقط أن تطالب بل أن ترافع باستعمال الذكاء الجماعي، وهذا مبتدأ، ويعني للأسف أن أقول الآن هذا مبتدأ، ولكن كل ما جاء خير الفعل. بارك الله عليك والله يحفظكم، والله يطول لك في العملية حتى شكرا سيدي الرئيس. شكرا للدكتور عبد السلام الطيب، الذي اشار الى نقطه جد مهمه يمكن لم اقف عندها بصراحه، هي البعد النفسي والانساني في العمل، وطبعا هذا يرتبط بتخصصه الواسع في هذا المجال. نشكرك على هذا المحادثه. نعطي الكلمه للاستاذ عادل المساوي الذي هو أستاذ في كلية الحقوق بسلا ومتخصص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. السيد الرئيس، كان بودي أيضا أن تعطي الكلمة للبرلماني، ولكن على فيها باش نديرو صواب، باش نبقاو صوابين كسيد الرئيس. في البداية أتوجه بالشكر الجزيل للزميل الدكتور أحمد السوداني على إتاحة هذه الفرصة بإشراك علوم